العاصمة أمانة بغداد الذي يسعى للاستمرار بسكة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الأخيرة، بينما يسعون أبناء ميسان لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام الغراف. نادي أمانة بغداد الذي يقوده طبعا المدرب عصام حمد يدخل بحراسة المرمى وسام علي، بينما رباعي الدفاع ميلاد فلاح، أحمد عبد الحسين، لامين سماتاه وعبد الله خلف، بينما ثلاثي خط الوسط حيدر سالم وزيدان عبد الجبار وعباس ياسين، بينما في خط المقدمة محمود أحمد وحمدي العبيدي وكمال القرع. بينما على الجانب الآخر نادي نفط ميسان الذي يقوده طبعا المدرب الأردني عبد الله أبو زمع يدخل في حراسة المرمى أحمد خالد ومصطفى محمد جبر، مهند حبيب وداري أولاتونجي وعباس فاضل وسواليو وتارا وكريست ميرفرز وعلاء سعد وديمي داوود وجعفر ناصر وعلي لطيف. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي نفط ميسان بهذا اللقاء. فرسان المملكة يسعون لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام نادي الغراب، بينما على الجانب الآخر نادي أمانة بغداد هو يسعى لمواصلة الانتصارات والعودة لسكة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الأخيرة، وبالتالي نحن على أمل أن نشاهد مباراة مثيرة وجميلة هنا في ملعب الكرخ. جماهير ميسانية حضرت وشجعت وتساند دائما في كل مباريات نادي نفط ميسان. طبعا كما شاهدنا مع بداية اللقاء شاهدنا الأعلام العراقية والنشيد الوطني، طبعا هذا احتفالا باليوم الوطني العراقي، وكل عام وإن شاء الله بلدنا الحبيب والعزيز وهو ينعم بالخير، وإن شاء الله أمن وسلام على بلدنا الغالي العراق الحبيب. طبعا كما شاهدنا دقيقة صمت على روح الراحل المدرب البرازيلي مدرب في الكرة الصالات لمنتخبنا العراقي الذي رحل يوم أمس، نتمنى له الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. هنا طبعا لقاء لحساب الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026. هنا الحكم الواضح في الصورة اياد زاحم هو من يقود هذا اللقاء، ويساعده مصطفى محمد مساعد أول، ومحمد خضير مساعد ثاني، عصام فاضل مساعد رابع، بينما مهند قاسم وعلاء عباس حكام في غرفة الفار. نحن بانتظار صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة. جاءت الصافرة بسم الله على بركة الله، صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة. أمانة بغداد أمام نادي نفط ميسان، طبعا نادي نفط ميسان بالزي الأبيض على يمينك عزيزي المشاهد، بينما نادي أمانة على يسارك عزيزي المشاهد. وهنا مع البداية هجوم يأتي لمصلحة نادي أمانة بغداد، يغير الاتجاه من هناك على جهة اليسار لمصلحة أسود العاصمة. مع البداية كرة عرضية، ولكن الإبعاد يأتي من مهند حبيب، الإبعاد والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. في نفس هذا التوقيت هناك أيضا مباراة نادي الموصل مع نادي ديالى المنقولة طبعا عبر قناة العراقية العامة، لذلك يعني وجب التنويه ونسترعي انتباه مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في النقل لمباريات دوري نجوم العراق. وهنا بنفس هذا التوقيت أيضا نادي أمانة بغداد مع نادي نفط ميسان هنا في ملعب الكرخ، مواجهات مهمة في دورينا، مباريات نتمنى أكيد أن نشاهد في اليوم الأخير من هذه الجولة الرابعة، أن نشاهد الإثارة، أن نشاهد الحماس، أن نشاهد مباريات جميلة كما شاهدنا طبعا في المباريات الماضية لنادي الغراف ونادي الموصل وديالى والقرمة. حقيقة إضافة كبيرة لدورينا في هذا الموسم. كرة من هناك لمصلحة نادي نفط ميسان، لمسه ومن هناك لعب الكرة على جهة اليمين
التحرك وبناء الهجوم من الخلف، ولكن بالراس قطعت، عادت من جديد لمصلحة نادي أمانة بغداد. لمسة يحاول فيها لمصلحة أسود العاصمة في هذا اللقاء والبحث والسعي على تحقيق الانتصار. كرة هنا لمصلحة أمانة بغداد، لمصلحة أحمد عبد الحسين. كرة عادت على جهة اليمين، لعب كرة طويلة وأمامية، استقبال على الصدر رائع جدا. كرة يحاول فيها ولكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب بإبعاد من مهند حبيب. هنا الواضح في الصورة صاحب 28 سنة، لاعب ومدافع نادي نفط ميسان. كرة لأحمد عبد الحسين على جهة اليمين، محاولة للمرور لمصلحة محمود أحمد. هنا خطيرة لأحمد، خطيرة داخل منطقة الزو. أول فرصة وأول محاولة كاد أن يسجل نادي أمانة بغداد هدف الافتتاح في هذا اللقاء، ولكن الكرة مرت أرضية إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا الكرة وهنا التسديدة الأرضية، ولكن مرت بأمان وسلام على مرمى نادي نفط ميسان. هل هذه الكرة فيها مخالفة؟ ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. أيضا ننتظر قرار من هناك من الفار وحكم المباراة اياد زاحم يشير ربما إلى هل هناك استمرارية في اللعب أم الكرة الماضية كان فيها شيء. ننتظر ونتابع مع بداية وانطلاقة هذا اللقاء. في دقائقها الأولى شاهدنا فرصة كانت حقيقية للتسجيل لكنها ضاعت، ولكن هل هناك ركلة جزاء ما يسبق الكرة الماضية؟ هل فيها ركلة جزاء على الكرة الماضية؟ ننتظر أيضا القرار من غرفة الفار وحكم المباراة يشير إلى الاستمرارية. هنا لاحظ هنا اللاعب أحمد عبد الحسين في الكرة الماضية، ولكن بينه وبين أيضا المحترف داري أولاتونجي. هنا كرة محاولة خطيرة. الأول في المباراة. الله 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 الله، جول يسجل لمصلحة أمانة بغداد. نعم، هو كمال القرع المغربي يسجل أول أهداف اللقاء بكرة رأسية وعرضية رائعة لهذا المغربي. يسجل نعم هدف الأول مع بداية المباراة. نعم، زئير أسود العاصمة يبدأ مبكرا لأسود العاصمة. لاحظ هنا الكرة العرضية، هذه الكرة الرائعة بالرأس. هزت شباك أحمد خالد في الكرة الماضية. لاحظ هنا المرور في جهة اليسار والتقدم، وهذه الكرة العرضية وهنا الرأسية. هل هناك النيران صديقة؟ هل النيران صديقة كانت متداخلة في الكرة الماضية؟ نعم، النيران صديقة كانت واضحة على واتارا، هذا المحترف من ساحل العاج. يبدو الهدف سجل بالنيران صديقة من واتارا، وبالتالي هدف أول يأتي لمصلحة أمانة بغداد. هدف يسجل لمصلحة أسود العاصمة، يفتتحون أهداف اللقاء بزائرهم بكرة كانت رائعة وسجل من خلالها هدف مبكر. هل سيبعثر أوراق المدرب الأردني عبد الله أبو زمع الجماهير الميسانية التي خسرت المباراة الأخيرة أمام نادي الغراف؟ هل سيخسرون في هذه المباراة هنا في بغداد من أمام نادي نفط ميسان؟ الكرة هنا على جهة اليسار لمصلحة نفط ميسان، ولكن الكرة مرت الكرة الماضية على لاعبي نادي نفط ميسان، على مصطفى محمد جبر، والكرة ربما كان هناك فيها حالة تسلل. هنا علاء سعد صاحب 26 سنة مع نادي نفط ميسان. شوف هذه الكرة الأمامية اللي كانت لمصلحة نفط ميسان، ولكن يبدو الكرة الماضية كان فيها حالة تسلل. هدف أول سيفتح تكتيك المدربين ويحرك المياه الراكدة في هذا اللقاء. كرة لمصلحة أمانة بغداد، ولكن الصافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة مصطفى محمد جبر. الواضح فيها صورة صاحب 27 سنة اللي لديه 6 مباريات دولية
كان يلعب في نادي الزوراء والجوية، وأيضا كان له تجربة في الدوري الإيراني في نادي ميس رفسنجاني. وهنا الرجل الواضح في الصورة عصام حمد. ونظرة على هذه المباراة، صاحب 52 سنة والتجربة في الدوري العراقي الطويلة من خلال التدريب نادي الزوراء والكرخ وزاخو والطلبة، والآن مع نادي أمانة بغداد. كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نفط ميسان، ولكن الكرة مرت إلى تماس ميسانية. هل هناك عودة لفرسان المملكة في هذا اللقاء؟ هسه نشاهد هدف التعادل بشكل سريع لمصلحة أبناء ميسان في هذا اللقاء. كرة لمصلحة نفط ميسان، ولكن الكرة أبعدت من هناك، عادت للدفاعات الميسانية لمصلحة حارس المرمى أحمد خالد. من هناك الكرة لمصلحة نفط ميسان في وسط الملعب، يلعب كرة يسارية من هنا، ولكن الكرة بعيدة على جعفر ناصر في الكرة الماضية. وصلت لحارس المرمى. آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين. فاز أمانة بغداد في مناسبتين، وفاز نفط ميسان في مباراة واحدة، بينما خيم التعادل على مواجهات الفريقين في 3 مباريات. وبالتالي نفط ميسان يريد أن يكرر ولو الانتصار الذي سجله مرة في آخر 6 مواجهات. هل سينجح في ذلك في هذا اللقاء، في هذا الموعد الصعب لنادي نفط ميسان؟ وهدف تلقاه نفط ميسان مع بداية اللقاء بالتأكيد سيعقد الأمور على أبناء ميسان في هذا اللقاء. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي أمانة بغداد كمال القرع المغربي. هنا المغربي صاحب 31 سنة، كان يلعب في نادي شباب المحمدية وأولمبيك سفيه المغربي، وأيضا في النادي السالمي ونادي المكانسي. لهذا كمال القرع محترف المغربي مع نادي أمانة بغداد بصفوف أسود العاصمة. كرة من هناك على جهة اليمين، يلعب للأمام ولكنها وصلت في وسط الميدان، لمسة على جهة اليسار. هنا انطلاقة للمغرب يحاول فيها، ولكن هنا الإبعاد يأتي، الإبعاد من ميلاد فلاح الكابتن والقائد مع نادي أمانة بغداد، أو عفوا مهند حبيب وليس ميلاد فلاح. مهند حبيب مع نادي نفط ميسان في الكرة الماضية. كرة الأمامية الآن لمصلحة نادي أمانة بغداد، ولكنها مقطوعة. عادت لمصلحة نادي نفط ميسان في وسط الملعب، عادت ميسانية، ولكن الكرة كانت طويلة على اللاعب مصطفى محمد جبر في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هنا داري أولاتونجي، والرمية الجانبية لمصلحة أمانة بغداد، لمصلحة أحمد عبد الحسين. هدف بالتأكيد سيجعل نادي نفط ميسان يتقدم للأمام، وبالتأكيد سيجعل المباراة أكثر وأكثر فيها فرص واندفاعية من جانب الفريقين بالنسبة لنادي أمانة بغداد، وأيضا على الجانب الآخر بالنسبة لفرسان المملكة نفط ميسان في هذا اللقاء. تحدث عن آخر فوز لنادي نفط ميسان كان في شباط 2021 بهدف مقابل لا شيء، وكانت تلك المباراة في ملعب ميسان. هذا آخر فوز لنفط ميسان كان في شباط 2021 بهدف حسين مطر. وبالتالي نادي نفط ميسان على في المواجهات الأخيرة على آخر 6 مواجهات، وبالتالي نادي نفط ميسان يمن النفس أن يحقق انتصار في هذه المباراة بعد 5 مباريات قابلها مع نادي أمانة بغداد. لم يتمكن نادي نفط ميسان من تحقيق الانتصار على نادي أمانة بغداد. كرة من هناك على جهة اليسار، استلام في جهة اليسار، يحاول المرور لمصلحة نادي نفط، يحاول خطيرة، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت لمصلحة أمانة بغداد، ولكن الكرة مرت من هناك
إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. نادي أمانة بغداد واضح نادي أمانة بغداد بالضغط مع بداية اللقاء، وتمكن من الوصول إلى المرمى وسجل هدف. والآن هو أخطر، هو أفضل، هو أكثر وصول للمرمى بالنسبة لنادي أمانة بغداد في هذا اللقاء. من هناك ركنية لمصلحة أسود العاصمة، اللعب كرة خطيرة، محاولة ثاني يسجل عن طريق المغربي كمال القرع، يسجل هدف ثاني لمصلحة أمانة بغداد. أسود العاصمة يزورون مع بداية اللقاء. هذا المغربي الخطير يسجل هدف ثاني لمصلحة أمانة بغداد بكرة كانت رائعة. نعم، هو تسبب بالهدف الأول والآن بالهدف الثاني. شوف هذه الكرة العرضية والرأسية، غريبة من دفاعات نفط ميسان في الكرة الماضية بوسط غياب للرقابة، وكرة رأسية سجلها المغربي معلنا عن هدف ثاني لمصلحة فرسان المملكة، لمصلحة نادي أمانة بغداد، لمصلحة أسود العاصمة. فرسان المملكة يتأخرون بهدفين. يا هي بداية لنادي نفط ميسان مع بداية اللقاء. نفط ميسان يتأخرون بهدفين، يعني حقيقة في وضع صعب نادي نفط ميسان بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام الغراف في ملعبه، الآن في بغداد أمام نادي أمانة بغداد، ويستقبل هدفين في ظرف 12 دقيقة. بالتأكيد الأمر صعب جدا على كتيبة عبد الله أبو زمع الأردني، ولكن كل شيء وارد. لازلنا في البداية. نادي نفط ميسان يعني يبدو في حالة إرباك. هنا خطيرة داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء لمصلحة فرسان المملكة. الآن فرسان المملكة في أول محاولة يحصلون على ركلة جزاء وبطاقة صفراء وركلة جزاء لمصلحة نادي نفط ميسان. ركلة جزاء. هل هي العودة لمصلحة نادي نفط ميسان بهذه اللحظات؟ البطاقة الصفراء على لمين ساماتا، وركلة جزاء لمصلحة نادي نفط ميسان. شوف هذه الكرة هنا، الاستقبال، وهذه المحاولة اللي كانت لمصلحة نفط ميسان عن طريق علي لطيف، وبالتالي يتحصل على ركلة جزاء. هنا تدخل قوي من لامين ساماتا على اللاعب علي لطيف، وبالتالي ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة. تدخل ربما يعني فيها ركلة جزاء كما أشار حكم المباراة بتدخل قوي كان، ولكن ركلة جزاء والأمور تحسب في غرفة الفار. ركلة جزاء. هل سيعود نفط ميسان في هذه اللحظات مع بداية اللقاء في الربع الساعة الأولى أن يقلص الفارق ويعود للمباراة ويعود لأجواء هذه المواجهة؟ وبالتأكيد الأمور صعبة على نفط ميسان في المباراة السابقة وفي مباراة اليوم. هدفين تلقاها مع بداية اللقاء، بالتأكيد هذا الأمر يصعب المهمة على أبناء ميسان، على فرسان المملكة. ولكن هنا ركلة جزاء لمصلحة نفط ميسان. هل فيها عودة لمصلحة نفط ميسان بهذه اللحظات؟ من سينفذ؟ علاء سعد ربما هو على التنفيذ. نعم، صاحب 26 سنة بصفوف نفط ميسان. ركلة جزاء لفرسان المملكة. هل سنشاهد هدف تقليص الفارق في مباراة مع بدايتها شاهدنا أهداف وشاهدنا البطاقات؟ البطاقة الصفراء كانت حاضرة، وشاهدنا هدف بالنيران صديقة، وبالتأكيد ننتظر من حكم المباراة أيضا التأكيد من حكام الفار متواجدين فيها مهند قاسم وعلاء عباس. خلاص حكم المباراة احتسب ركلة الجزاء وقال لكم بلت اكمل ما احتسبت. ركلة جزاء لمصلحة نادي نفط ميسان، لمصلحة
علاء سعد هسه يجلب السعد للجماهير الميسانية التي تنتظر بفارغ الصبر هدف تقليص الفارق بهذه اللحظات لمصلحة علاء سعد. هسه نشاهد هدف تقليص الفارق على تنفيذ ركلة الجزاء. ركلة جزاء لمصلحة أصحاب القمصان البيضاء. هسه يسجلون. هل تأتي الأفراح؟ هل تأتي السعادة بأقدام علاء سعد على التنفيذ؟ ركلة جزاء، علاء يتقدم، جول هدف تقليص الفارق يسجل لمصلحة علاء سعد. يسجل الآن نفط ميسان ويسجلون هدف تقليص الفارق عن طريق علاء سعد. هدف بالتأكيد مهم جدا لنادي نفط ميسان مع بداية اللقاء للعودة لمجريات المباراة، وبالتأكيد في مهمة صعبة، هدفين مع بداية اللقاء، ولكن هنا الهدف رائع جدا يسجل بتنفيذ رائع بدقة متناهية على يسار حارس المرمى وسام علي. يسجل اللاعب علاء سعد هدف تقليص الفارق، وردة فعل للمدرب الأردني عبد الله أبو زبع الذي يقود كتيبة نادي نفط ميسان في هذا اللقاء. ركلة جزاء ناجحة تسجل لمصلحة نفط ميسان بهذه اللحظات. هدف بالتأكيد يعني أهداف مع بداية اللقاء، هذا الأمر يعني يجعل من المباراة أكثر إثارة وأكثر حماس، وكما قلت يعني مع أهداف اللي سجلها نادي أمانة بغداد بالتأكيد حركت المياه الراكدة، وبالتأكيد جعل نادي نفط ميسان يندفعون إلى الأمام. وبالتأكيد الآن سنشاهد مباراة أجمل في الدقائق القادمة من هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي نفط ميسان على جهة اليسار، مصطفى محمد جبر، استلام لمصلحة جحفر ناصر، ولكنها عادت من جديد لأولاتونجي، لعب كرة أمامية ولكن بالراس أبعدت، عادت من جديد لمصلحة أولاتونجي بين جحفر ناصر ومصطفى محمد جبر وداري أولاتونجي. لعب كرة على جهة اليسار، هنا محاولة للأمام يحاول فيها، ولكن الكرة طالت على ديمي داوودة هذا المحترف في صفوف نادي نفط ميسان السنغالي صاحب ال 36 سنة اللي لعب للعهد اللبناني ولعب للقاسم وللكهرباء والآن بقمصان نادي نفط ميسان. كرة أمامية عادت لمصلحة نفط ميسان لحارس المرمى أحمد خالد. 3 أهداف مع بداية اللقاء، أمر رائع جدا في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. كرة من هناك لمصلحة مهند حبيب، طالت عليه، عادت من جديد من هنا لمصلحة أمانة بغداد. يحاولون أمانة بغداد، حقيقة شاهدنا مع بداية اللقاء يعني واضح الدربكة الدفاعية اللي بصفوف نادي نفط ميسان، وبالتالي استثمرها أمانة بغداد خير استثمار، مسجلين الهدف الأول والثاني، وبالتالي جعل الأمور من صالح أسود العاصمة في هذا اللقاء. هدفين لهدف. كرة لعبت على مستوى جهة اليسار مصطفى محمد جبر، ولكن الصافرة موجودة والكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد، هنا الواضح في الصورة عبد الله أبو زمع، ومسيرة كبيرة لهذا الرجل صاحب ال 49 سنة، مسيرة حافلة كلاعب، حقق الدوري الأردني 5 مرات مع الوحدات، وأيضا مثل الوكرة القطري، تحدث أيضا مثل المنتخب الأردني ما بين عام 96 و2004، وأيضا كمدرب كان مساعد ومدرب للمنتخب الأردني، وأيضا كان مساعد لحسين عموتة في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، حينما وصل المنتخب الأردني للمباراة النهائية وخسر من أمام المنتخب القطري. كرة لمصلحة أمانة بغداد، لمسة يحاول فيها ولكنها مقطوعة، عادت لمصلحة ميسان نفط ميسان بهذا اللقاء. هنا تقدم وخطير لمصلحة جحفر ناصر على جهة اليسار، يحاول المرور، لمسة ويحاول فيها، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب.
رمية تماس لمصلحة فرسان المملكة في هذه اللحظات. رمية جانبية مصطفى محمد جبر على التنفيذ. 27 سنة لمصطفى محمد جبر اللي أيضا لعب للزوراء والجوية، والتجربة أيضا حتى مع في الدوري الإيراني مع نادي ميس رفسنجاني. رمية تماس أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان من هنا في جهة اليسار على مشارف منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة فرسان المملكة. جعفر ناصر يحاول فيها لعب كرة عرضية وعالية، ولكن الكرة أقرب لوسام علي حارس مرمى نادي أمانة بغداد، صاحب 20 سنة، عمر رائع جدا، وبالتأكيد الطموح عالي بالنسبة لوسام بالتمثيل للمنتخب الأولمبي أو التمثيل حتى المنتخب الوطني في عمر 20 سنة. كرة لمصلحة أمانة بغداد وغير الاتجاه من هناك، ولكنها عادت لمصلحة أمانة بغداد. حيدر سالم من هناك لمسة يحاول فيها حيدر سالم، الكرة عادت من جديد لمصلحة أسود العاصمة. ميلاد فلاح، كرة عادت لأحمد عبد الحسين لمصلحة أمانة بغداد. أحمد لعب كرة أمامية وللأمام لمصلحة أمانة بغداد، هذه خطيرة لمصلحة المغربي كمال القرع. حاول كمال، لا زال يحاول فيها، ولكن الكرة فيها راية ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة مصطفى محمد جبر. واضح في الصورة الأخطاء، مخالفتين مقابل خطأين لنفط ميسان في الكرة الماضية طيلة 23 دقيقة. هنا كمال القرع الواضح في الصورة المغربي مع نادي أمانة بغداد. كرة محاولة من جديد لمصلحة أسود العاصمة، هنا التسديدة، ولكن الكرة وين؟ كرة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى نفس هذا التوقيت. لاحظ هذه الكرة، وهنا الكرة كانت بالنيران صديقة على اللاعب في الكرة الماضية اللي سجلت لمصلحة نادي أمانة بغداد الهدف الأول، سجل من خلالها نادي أمانة بغداد وأسود العاصمة. لاحظ هذه الكرة العرضية وصدت بمدافع نادي نفط ميسان، وبالتالي سجل من خلالها وتارة هدف بالنيران صديقة، وفرحة المغربي بهذا الهدف. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي أمانة بغداد. أمانة بغداد أكثر من ينقلون الكرات، أكثر من يغيرون اتجاه من اليمين إلى اليسار. هنا صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي أمانة بغداد بهذه اللحظات. العرقلة واضحة والصافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة أسود العاصمة، هم الأفضل هم الأحسن خلال الدقائق الماضية. لاحظ هنا المرور لحمدي العبيدي، اللاعب التونسي صاحب 23 سنة، كان يلعب أيضا مع نادي الإفريقي. هنا مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة أمانة بغداد. هسه نشاهد هدف ثالث لمصلحة أسود العاصمة. الدخول يبدو قوي بالنسبة لأسود العاصمة في هذا اللقاء بعد الفوز في المباراة الأخيرة. واضحة الرغبة، واضحة الجدية، واضحة الطموحات، واضحة المعنويات العالية لكتيبة المدرب عصام حمد. هنا مخالفة لمصلحة أمانة بغداد. هسه نشاهد الهدف الثالث لمصلحة أسود العاصمة، مخالفة من مكان خطير لمصلحة أمانة بغداد. تسديد، ولكن الكرة وين؟ الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة مرت بأمان وسلام على مرمى فرسان المملكة في الكرة الماضية. سددها الكرة الماضية لمحمود أحمد، صاحب 25 سنة لمحمود أحمد الذي سدد هذه الكرة، اللي سبق واللعب لنادي الصناعات الكهربائية ولعب للنفط وأيضا لعب للحدود وللطلبة
وأيضا لنفط البصرة. كرة من هناك على جهة اليسار يحاول المرور، ولكن كرة في الأخير مرت من هناك إلى ركنية واضحة. يعني بالنسبة لنادي أمانة بغداد هو الأفضل. هذه الركنية الثانية تسجل لمصلحة أسود العاصمة في هذا اللقاء. واضحة الرغبة، واضحة الأفضلية طيلة الدقائق الماضية، وبالتالي يعني التقدم هو مستحق لأمانة بغداد في هذا اللقاء وفي هذا الشوط. ركنية، كرة لعبت عالية وللأمام، خطيرة. نادي نفط ميسان يعاني دفاعيا خاصة في الكرات العرضية. هذا ما نشاهده في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. هذه خطيرة لمصلحة أمانة بغداد، ولكن الإبعاد لا زالت خطيرة. ولكن وين الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة باللاعب الواضح في الصورة لنادي أمانة بغداد محمود أحمد، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ، شوف هذه الكرة، لحظة، نادي نفط ميسان يعاني دفاعيا خاصة في الكرات العرضية. يعني سوء تفاهم بين حارس المرمى وأيضا الرقابة الدفاعية في الكرة الماضية كادت أن تكلف نادي نفط ميسان هدف ثالث، ولكن مرت بأمان وسلام على مرمى نادي نفط ميسان. تحدث عن آخر مباراة جمعت الفريقين، انتهت بالتعادل بهدف لهدف. سجل في تلك المباراة بسام شاكر لنادي أمانة بغداد، وسجل علاء الدالي لنفط ميسان. هذه كانت آخر مباراة جمعت الفريقين، انتهت بالتعادل، ولكن هنا التقدم لمصلحة أمانة بغداد على يعني غير العادة في أغلب مباريات والمواجهات بين نادي أمانة بغداد ونادي نفط ميسان. لا نشاهد الأهداف، ولكن الأهداف هنا حاضرة وبقوة مع بداية اللقاء. صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي أمانة بغداد، لمصلحة أسود العاصمة. هم الأفضل، هم الأحسن في هذا اللقاء لغاية الآن، لمصلحة حيدر سالم. واضح في الصورة في الكرة الماضية على اللاعب داري أولاتونجي النيجيري. هنا مخالفة لمصلحة أمانة بغداد. أحمد عبد الحسين لعب كرة عالية وخطيرة. لاحظ في أغلب الكرات العرضية دائما ما نشاهد مهاجمي نادي أمانة بغداد بدون رقابة دفاعية. واضح المشكلة الدفاعية في نادي نفط ميسان في هذا اللقاء. كرة لمصلحة أمانة بغداد، لعبة الكرة عالية وللأمام. شوف هذه الكرة الماضية وهذه الرأسية، نعم خالي من الرقابة تماما، وكان بالإمكان أن يضع الكرة في الشباك، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى فرسان المملكة. هنا خطأ يأتي لمصلحة نفط ميسان في هذه اللحظات. هنا الكابتن والقائد، لاعب الواضح في الصورة سواليو واتارا الرقم 5 سيشترك بنادي نفط ميسان في هذه اللحظات. كوفي يشترك في هذه اللحظات لمصلحة نادي نفط ميسان. كوفي كوامي يشترك ويغادر مهند حبيب. رمية جانبية لمصلحة نفط ميسان. نصف ساعة مرت يا من تتابع وتشاهد هذا اللقاء. التقدم لمصلحة أمانة بغداد بهدفين لهدف على نادي نفط ميسان في الجولة الرابعة من دورينا. شوف هذه الكرة الماضية، وهنا الإعاقة كانت موجودة ومخالفة لمصلحة نادي نفط ميسان. مخالفة لم يسبق لنادي نفط ميسان الفوز على نادي أمانة بغداد في المواجهات الخمسة الأخيرة. يعني
نادي نفط ميسان دائما ما يعاني أمام نادي أمانة بغداد، وخصوصا يعني في بغداد لم يسبق لنفط ميسان الفوز على أمانة بغداد في بغداد في المواجهات، يعني حتى الستة الأخيرة لم يتمكن نفط ميسان من الفوز على أمانة بغداد هنا في العاصمة الحبيبة بغداد. هنا مخالفة لمصلحة فرسان المملكة، كرة لعبت أمامية بشكل ذكي رائع جدا داخل منطقة الجزاء، عرضية وخطيرة. الله 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 على كرة رائعة جدا، على كرة رائعة وذكية لنادي نفط ميسان، ولكن التصدي حاضر من حارس المرمى. شوف هذه الكرة العرضية من مصطفى محمد جبر، وهذه الرأسية. الله الله على تصدي حارس المرمى في الكرة الماضية، ردة فعل رائعة لوسام علي في الكرة الماضية كانت خطيرة لسواليو واتارا، كاد أن يسجل هدف الثاني وهدف التعادل. كرة خطيرة، ولكن الكرة مرة أخرى بأحضان حارس المرمى، بأحضان حارس المرمى. مع نشاهد بالنسبة لنادي نفط ميسان يعني فرصة كانت خطيرة جدا، كان بالإمكان من معادلة النتيجة ومعادلة الكفة في هذا الشوط. لغاية الآن نشاهد نصف ساعة جميلة في هذا اللقاء هنا في ملعب الكرخ، ملعب الساحر أحمد راضي. كرة من هناك لمصلحة أمانة بغداد، صراع على الكرة، مرت تماس لمصلحة نفط ميسان. الآن في الربع الساعة بعد هذا التبديل للمدرب عبد الله أبو زمع، وبالتأكيد الطموح لمعادلة النتيجة في هذا الشوط. رمية تماس، لكن نفط ميسان غالبا ما يعاني أمام نادي أمانة بغداد عندما يلعب هنا في العاصمة الحبيبة بغداد. لم يسبق لنفط ميسان الفوز هنا في بغداد على نادي أمانة بغداد، على أسود العاصمة. التقدم لمصلحة الأسود، أسود العاصمة، وزائرهم يبدو قويا في هذا اللقاء. كرة لعبت عالية وللأمام في وسط الملعب بالراس، أبعدت هنا صافرة ومخالفة لمصلحة نادي نفط ميسان. يبدو الكرة الماضية كان فيها حالة تسلل لمصلحة نادي أمانة بغداد. كرة من جديد عادت عند حارس المرمى، لعبت للأمام بالراس وبعدت، لا زالت عادت من جديد في وسط الملعب. نفط ميسان بهذه اللحظات يحاول كرة خطير، ولكن انقاذ رائع من حارس مرمى نادي نفط ميسان في الكرة الماضية. أحمد خالد ينقذ مرمى نادي نفط ميسان في الكرة الماضية. نفط ميسان يعاني دفاعيا، وبالتالي يعني نشاهد عندما يهاجم نادي نفط ميسان يعاني في المساحات وفي المناطق الدفاعية. بالسلامة إن شاء الله ميلاد فلاح الكابتن والقائد بصفوف نادي أمانة بغداد. شوف هذه الكرة الماضية، بالسلامة لميلاد فلاح بهذه الكرة. بنفس هذا التوقيت نادي الموصل مع نادي ديالى، ولكن هنا شاهدنا الأهداف حاضرة، وأيضا هناك الأهداف أيضا موجودة. ديالى متقدم بهدف على نادي الموصل، مباراة منقولة عبر قناة العراقية العامة، ولكن الأهداف دائما ما نشاهدها حاضرة في مباريات دورينا، في غالبية مباريات دورينا في هذا الموسم. كرة من هناك مصطفى محمد جبر، ولكن في الأخير مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. تحدث عن الغلة التهديفية، يعني قلت في دورينا في الجولة الثالثة الماضية. الجولة الأولى شاهدنا 24 هدف، بينما في الجولة الثانية شاهدنا 28 هدف، ولكن في الجولة الثالثة كان هناك 19 هدف.
رقم قل عن ما شاهدناه في الجولة الأولى والثانية، ولكن يعني لغاية الآن نتحدث عن مباريات دورينا في دوري نجوم العراق، نتحدث عن يعني في 37 مباراة نشاهد الأهداف حاضرة، يعني 90 هدف لغاية الآن، 90 هدف لغاية الآن. لكن لدينا 4 مباريات انتهت بالتعادل، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف كانت بين نادي الزوراء والطلبة، و3 مباريات انتهت بالتعادل السلبي. هذه هي الحصيلة. وأيضا طبعا لدينا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. هذه إحصائيات دورينا لغاية الآن، 86 هدف قبل بداية هذا اليوم في مباريات هذه في هذا اليوم من هذه الجولة الرابعة، ولكن مع أهداف مباريات اليوم، 3 أهداف في مباراة اليوم لغاية الآن، وهدف أيضا في مباراة ديالا مع نادي الموصل، وصل عد التهديفي إلى 90 هدف لغاية الآن. كرة من هناك لمصلحة نادي نفط ميسان. نفط ميسان يريدون معادلة النتيجة قبل نهاية هذا الشوط، إلا إذا بالنسبة لنادي أمانة بغداد هل يفاجئ نادي نفط ميسان بهدف؟ كرة محاولة للأمام، عادت من جديد في وسط الميدان على جهة اليسار. كرة لمصلحة نفط ميسان بهذه الدقائق، يبحث ويحاول، ينقلون الكرات من اليمين إلى اليسار. ديمي داوودا ينقل كرة أمامية لفرسان المملكة على جهة اليسار، يبحث ويحاول، لا زال لمصلحة فرسان المملكة، والإبعاد، الإبعاد حاضر. نادي نفط ميسان يحاولون بالجوانب المهارية من الوصول إلى مرمى أسود العاصمة. بهذا اللقاء لعب كرة أمامية وخطيرة، ولكن برافو في الكرة الماضية، وحالة التسلل موجودة لمصلحة نادي أمانة بغداد. تسلل موجود هنا، تبديل بإشراك اللاعب بصفوف نادي نفط ميسان. سجاد كاظم هنا المدرب الواضح فيها الصورة، عصام حمد، وتجربة في مباريات دورينا. كرة لعبت أمامية، عادت من جديد في وسط الملعب، يحاول فيها بالنسبة لنادي أمانة بغداد في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات يريد أن يفاجئ نادي يعني نفط ميسان بهدف ثالث، ويجعل الأمور أكثر تعقيد على نادي نفط ميسان بهذه الدقائق. كرة من هناك يحاول فيها، كرة وبعدت، عادت من جديد لمصلحة أمانة بغداد في وسط الملعب، يبحث ويحاول بهذه الدقائق. أمانة بغداد يندفع للأمام في الدقائق الأخيرة، كرة عادت للخلف، ميلاد فلاح يغير الاتجاه من هناك على جهة اليسار، يغير الاتجاه من هناك على جهة اليسار، عادت من جديد مقطوعة لمصلحة نادي نفط ميسان. ولكن الكرة الماضية آخر 5 دقائق متبقية على نهاية هذا الشوط، والتقدم لمصلحة أسود العاصمة. كرة من هناك عادت لمصلحة أمانة بغداد، واضح الرغبة والجدية، هنا تسديدة، ولكن الكرة وين؟ مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. يحاولون في هذا الشوط من الحصول على هدف التعادل. كرة في جهة اليسار والإبعاد من أمام ديمي داوودا، ويبدو أيضا فيها حالة تسلل. نعم، واضح أيضا دفاع لاعبي نادي نفط ميسان إلى الأمام لمعادلة النتيجة. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت لديمي داوودا، المحترف السنغالي صاحب 36 سنة بتجربة مع نادي العهد اللبناني، وأيضا سبق واللعب للقاسم وأيضا للكهرباء. بينما هنا المغربي كمال القرع،
هنا كرة خطيرة، محاولة تسديدة، ولكن وين؟ تسديدات كثيرة، ولكن التسديدات لغاية الآن يعني لم تأتي بالصواب بالنسبة لأبناء العاصمة في هذا اللقاء. كرة من هناك عادت من جديد لمصلحة نفط ميسان، محاولة لصناعة فرصة جديدة على جهة اليسار. تقدم يأتي ديمي داوود لعب كرة في وسط الميدان، استلام ومحاولة تقدم للأمام بالمهارة، يحاول أن يمر ولكن الصافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نفط ميسان. اللاعب الواضح في الصورة حيدر سالم. كرة لمصلحة مصطفى عبد الجليل، هو من اشترك في هذا الشوط. تبديلين، كرة خطيرة، محاولة، فرصة، جول 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 ثالث يأتي، ولكن هدف أبيض يلغى بداعي التسلل. هدف أبيض يلغى بداعي التسلل. كمال القرع هذا الخطير، هذا المغربي. هل الكرة فيها حالة تسلل؟ لاحظ هذا المغربي مر من أمام الحارس ووضع الكرة بهدوء في شباك نفط ميسان، ولكن هل الكرة فيها حالة تسلل؟ ننتظر قرار غرفة الفار ومن يتواجد فيها هناك في غرفة الفار. هل الكرة الماضية فيها حالة تسلل على المغربي كمال القرع أم هو هدف مفاجئ؟ كنت أتحدث عن نادي أمانة بغداد يبحث عن هدف ثالث يجعل الأمور أكثر تعقيد وأكثر صعوبة على فرسان المملكة في هذا اللقاء. هذا المغربي إضافة كبيرة لنادي أمانة بغداد. كمال القرع المغربي صاحب 31 سنة اللي كان يلعب في نادي شباب المحمدية وأولمبيك سفيه وأيضا النادي السالمي والنادي المكانسي. هل فيها حالة تسلل؟ ننتظر القرار من الفار. هل الهدف سليم؟ هل في الكرة الماضية حالة تسلل؟ هل هو هدف لمصلحة أسود العاصمة؟ هدف ثالث إذن يسجل رسميا لمصلحة المغربي، لمصلحة كمال القرع. إضافة كبيرة لكمال القرع مع نادي أمانة بغداد. يسجل هدف ثالث، هو هدف يزيد الأمور أكثر تعقيد، أكثر صعوبة على نادي نفط ميسان في هذا الشوط. هدف ثالث إذن يحتسب ويسجل لمصلحة أمانة بغداد، لمصلحة هذا المغربي كمال القرع اللي حقيقة يعني شكل قلق لدفاعات نفط ميسان في هذا الشوط في هذه المباراة. هذا الاسيست الرائع جدا، كرة من بين المدافعين وكمال القرع لا يكذب خبر، مر من أمام الحارس وضعها بهدوء في شباك نفط ميسان. هدف ثالث لمصلحة أسود العاصمة يزأرون من أمام فرسان المملكة في هذا اللقاء. على أمانة بغداد على بداية رائعة وشوط مميز لأسود العاصمة في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. لهذا المغربي يسجل هدف ثالث لمصلحة كمال القرع. هدف يعني يجعل الأمور صعبة وأكثر تعقيد على فرسان المملكة في هذا الشوط. نعم، كنت أتحدث فرسان المملكة يعانون في الجوانب الدفاعية. هنا تسديد، الله على هذه التسديدة، والله على تصدي حارس المرمى. تسديدة كانت رائعة لهذا المحترف في الكرة الماضية داري أولاتونجي. الله على وسام علي في الكرة الماضية، مرة أولى ومرة ثانية يتصدى، والكرة مرت من هناك، مرت إلى خارج أرضية الملعب. حكم المباراة عياد زاحم أضاف 5 دقائق كوقت بدل ضايع على هذا اللقاء. هنا التسديدة، الله على التسديدة، والله على التصدي الرائع والجميل لحارس المرمى وسام علي، يتصدى لهذه الكرة ولهذه المحاولة بتسديدة كانت رائعة وجميلة لأولاتونجي في الكرة الماضية، ولكن لا زال يبحثون
فرسان المملكة في هذا اللقاء. أبناء ميسان لا يريدون الخسارة، يريدون تقليص الفارق. هذه كرة خطيرة لا زالت، ولكن الكرة مرت على جعفر ناصر. وأيضا الكرة الماضية فيها حالة تسلل، فيها حالة تسلل كثيرة، حالات التسلل. نعم 4 مرات حالات تسلل على نادي نفط ميسان، مقابل حالة تسلل واحدة كانت على نادي أمانة بغداد. شوف هذه الكرة، نعم كان في موقف تسلل اللاعب في الكرة الماضية جعفر ناصر، و3 أهداف لمصلحة أمانة بغداد في شوط رائع جدا. يحسب أيضا للكادر التدريبي عصام حمد، في بداية كانت رائعة وقوية، وأيضا شاهدنا في هذا الشوط واضح الأخطاء الدفاعية والتغطية الدفاعية وسوء الرقابة بالنسبة لدفاعات نادي نفط ميسان في هذا الشوط. كرة لمصلحة الكابتن والقائد سواليو واتارا، عادت من جديد لمصلحة نفط ميسان. هنا تقدم لديمي داوود يبحث ويحاول، كرة عادت من جديد، الصافرة موجودة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي نفط ميسان. في الدقائق الوقت بدأ الضايع، يبحث نادي نفط ميسان أن يقلص الفارق، أن لا يذهب إلى غرف الملابس وهو متأخر بفارق هدفين. هنا مخالفة لمصلحة نفط ميسان. مخالفة لمصلحة نادي نفط ميسان بهذه الدقائق. هسه نشاهد هدف تقليص الفارق، كرة لعبت عالية وخطيرة وبالراس، ولكن الابعاد حاضر من دفاعات نادي أمانة بغداد. لا زال يبحث ويحاول نفط ميسان بهذه الدقائق أن يسجل هدف التقليص. كرة لعبت عالية، ولكن البسالة الدفاعية حاضرة من أبناء العاصمة لدفاعات أمانة بغداد. كرة لا زالت خاطئة من جعفر ناصر أمامية لمصلحة المغربي. بالسلامة إن شاء الله لميلاد فلاح، والبطاقة الصفراء موجودة وحاضرة. بطاقة صفراء على من؟ هل هي على سواليو واتارا المحترف من ساحل العاج؟ نعم يتلقى البطاقة الصفراء. بطاقة صفراء على المحترف من الكوديفوار، يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة، وهنا الكرة الماضية والتدخل على لاعب ميلاد فلاح في الكرة الماضية، وبالتالي مخالفة لمصلحة نادي أمانة بغداد. هم الأفضل، هم الأحسن في هذا الشوط، وتقدم مستحق لنادي أمانة بغداد في هذا اللقاء. في هذا الشوط أمانة بغداد يقدم مباراة رائعة جدا وجميلة، وأيضا نادي نفط ميسان يعاني دفاعيا، وهذا ما استثمره المغربي كمال القرع، اللي حقيقة يعني يقدم شوط رائع وجميل جدا لكمال القرع، اللي يسجل يعني ثاني أهدافه في هذا الشوط. بالنسبة لكمال القرع، تحدث عن نادي أمانة بغداد في اللي لم يسجل يعني سوى هدفين خلال المباريات الثلاثة الماضية. يعني هدف كان بالنيران صديقة من أمام نادي ديالى، خسر من أمام نادي الموصل ب3 أهداف مقابل لا شيء. وفي المباراة الثالثة الأخيرة بعد الفوز على نادي القاسم بهدف نظيف سجل عن طريق فيلافيو، واليوم يسجل نادي أمانة بغداد 3 أهداف. 3 أهداف رائعة كبيرة جميلة جدا لأسود العاصمة. ولكن تحدث عن نادي أمانة بغداد وهذه الحصيلة التهديفية في شوط واحد بعد هدف يتيم سجله نادي أمانة بغداد طيلة المباريات الثلاثة الماضية. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة والحكم عياد زاحم معلنة عن نهاية هذا الشوط بتقدم لنادي أمانة بغداد ب3 أهداف لهدف على نادي نفط ميسان. أيها الأحبة ألتقيكم مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة.
4 مخالفات نادي النجم مقابل المخالفتين. خطير، جول 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 أول يأتي في اللقاء. ثامر الصالحي يسجل هدف الأول في هذه المباراة، اهتزت شباك النجف. سجل ثامر الصالحي، جول في غفلة من دفاعات النجف. سجل ثامر الصالحي بكرة رأسية، جول. أكيد أفرح جماهير ديالا، أفرح كل من يشاهد المباراة. الله 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 الله، وضحى بإتقان على يمين حارس المرمى. شوف هذه الكرة بالراس، الله الله، بشكل رائع جدا، وفاجأت حارس المرمى ايضا بغفله ايضا من دفاعات نادي النجف بسوء رقابه، ولكن بشكل رائع جدا سجل ثامر الصالحي الهدف الاول. التهديدات المباشره على الخشبات الثلاث. هنا تمريره خاطئه والهدف الاول للصقور. الله 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 الله، حلق أيها الصقر ولا تبالي. بعد كل سقوط هنالك نجاح. القوة الجوية، العريق، هنا التاريخ، هنا العراقة، هنا الحارث حاتم للمباراة الثانية يسجل، للمباراة الثانية على التوالي. خطأ فادح يستغله هنا الحارث حاتم. الله 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 الله، شوف التمريرة الخاطئة التي قدمت على طبق من ذهب. الحارث حاتم هو تركها لكن عاد للمتابعة. جول 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 جميل جميل جدا لأبناء القوة الجوية. هنالك نعم الأخطاء، وهنا المفاجآت، وهنا الحارث حاتم يسجل أول أهداف اللقاء بالنسبة للقوة الجوية. هنا الصقور بدأت بالتحليق، هنا الاحتفالية. نعم الحارث حاتم يجب الاحتجاج. المدرب هو من يمتلك الصلاحية الكاملة. وهنا أمجد عطوان. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. أمجد عطوان عاد من الحرمان ليسجل هدف عالمي 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 لأبناء الخابور. يعرفون طريق المرمى جيدا، وأن لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى فاعتبروها هنا الجولة الأولى. أمجد يا أمجد، أمجد يا أمجد، الله عليك يا أمجد. قدم يمينية قوية قوية باغتت حارس المرمى محمد صالح، وبذلك هدف التعديل. هدف التعديل. أبناء الخابور حتى وإن غابت جماهيره فهم على قدر المسؤولية، وهذا ما ترجم أمجد عطوان وسجل هدف ولا أروع في مباراة الأولى بعد العودة من الحرمان. ديبوتي يتركها الآن. الله 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 الله، جول اليمني من اليمن السعيد ناصر محمدو يسجل ثاني الأهداف ويقلب الطاولة على القوة الجوية. الله 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 الله، سيمفونية تعزف بأقدام لاعبين أبناء الخابور. هدف يدرس، هدف جميل. تمريرة محمد علي عبود التغيير الناجح، تمريرة ولا أروع لمحمد يا تارة. قال له تفضل سجل لناصر محمدو، وهدف ثاني. شوف هل هنالك راية، هل هنالك تسلل؟ ننتظر ونشاهد. تمريرة
غير ذكية ولا أروع، لم يكن أنانيا محمد يا ترى، وناصر محمد يسجل الثاني. شوف التغييرات ماذا صنعت، ماذا قدمت يا وسام رزق. هي بدأت من محمد علي عبود الذي شارك قبل دقائق وانتهت بالبديل الآخر آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. الله، يقتنص الهدف الأول، يقتنص الهدف الأول والأسبقية الكرخ في لحظات دفع فيها وميض منير بالأسماء وعناصر الخبرة لإنقاذ الموقف. يعطي الأسبقية اللاعب من هناك محمد، يقتنص محمد خالد كوفي أمام فريق السابق في كرة لم تكن على البال والحسبان. نعم، حتى أنا شخصيا توقعت بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية اللاعب محمد خالد كوفي في كرة مباغتة مفاجئة للجميع، مفاجئة. نعم، على الرغم من قصر قامة الجزاء للهدف الأول للقاسم، ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات، والهدف الأول لمصلحة القاسم في هذا الموسم وفي هذا اللقاء. يعادل حيدر عبد الرحيم في وقت مثالي وفي زمن مثالي وفترة مثالية يحتاج بها فريق القاسم. نعم، أن يجمع شتاته وأن يستعيد سيطرته وأن يعود للمنافسة من جديد. نعم، فريق نادي القاسم يدون هدف التعادل، محمد شاكر في جهة وكرة حيدر كرة التعديل في جهة أخرى. يدون القاسم هدف التعادل. نعم، وهذه النظيفة أمام نادي النفط. الله، والثاني الغلفار، هدف أول، وعاد من هناك للتسجيل حيدر يسجل، حيدر يظهر، حيدر يدون، ولكن الفار أيضا ربما له رأي آخر، أو يونس نعم غني، ولكن حيدر ويونس. وفي النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب محمد خالد كوفي؟ نعم، يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها وكانت بمتناول وليد. نعم، وليث معا يتصدى، لكن تدخل تقتحم وتسجل الهدف الثاني لمصلحة الكرخ، سنتحدث بعد هذه الكرة. محاولة خطيرة، الله، جول لفرسان المملكة. هدف عن طريق النيجيري ماثيو وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط بيسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة. حسين طالب عملية تحضير هذه المرة، شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة. لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفنان رستم، وجول لنادي نوروز. هدف التعديل، يعدل أسر رستم، يعدل الكابتن لنوروز، وواحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. أسر رستم، هذا بالمناسبة هدف الثاني
في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفيا لآسو في كل جولة، هدف لغاية الآن. سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا، وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية. وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة، التعديل لنوروز حبايب بالواحد لغاية الآن. تقدم ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن، ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف، علي لطيف بهدف ثاني، ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا تأخر، وبالتالي علي لطيف وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هادي شاكر، وبالتالي بقلق، لذلك عاد كل الفرقة إلى الخلف بغية تنظيم الخطوط. وهنا الكرة خاطئة، يا قابيل الله يا قابيل، الإمبراطور هنا يظهر من جديد بالوجه الجديد بالشكل الجديد. أربيل يضرب من جديد، ومصطفى قابيل بعد خطأ لا يغتفر من المدافعين يكسر كل الخطوط، يسجل من جديد ويظهر من جديد ويضيف هدفا جديدا لأربيل. فرحة في القلعة، فرحة في كل مكان في صلاح الدين، في كل أماكن أربيل. يأتي أربيل ليسجل الهدف، والجنرال هنا على عكس المسرى، على عكس الاتجاه. ظننا أن الجميع في مناطقهم، ولكن هذا الرجل اختبأ في مناطق الميناء، أخذ كرة من المدافعين. لاحظ هنا السس بنيران صديقة، من أين أتيت يا قابيل؟ من أين جئت يا قابيل؟ إعبادي راح، إعبادي مر منه قابيل ووضع الكرة في مرمى علي. هذه الكرة، وأي مدافع يفعل كل هذا يا مجتبى علي؟ ماذا فعلت يا مجتبى علي؟ ماذا صنعت يا مجتبى علي؟ وأي خطأ ارتكبت؟ هنا خطأ كبير، هنا صناعة. ويغادر علاء سعد. ايضا سيشترك اللاعب علي كوتي. المدرب عبد الله ابو زمع مع بدايه الشوط الثاني يسعى ل يعني حدوث تغييرات في الشوط الثاني من اجل تصحيح المسار وتغيير وضع نادي نفط ميسان في الشوط الثاني. علي كوتي وسجاد جبار هم من سيشتركون بهذه اللحظات، وايضا علي لطيف ايضا سيغادر ويشترك سجاد جبار وعلي كوتي مع بداية الشوط الثاني. شوط اول شاهدناه بتفوق رائع كان لنادي امانة بغداد، اذا صافرت بداية الشوط الثاني للحكم اياد زاحم معلنة عن بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء والتقدم لمصلحة أمانة بغداد اللي سجل اللاعب كمال القرع في الهدف الثاني والثالث، ولكن الهدف كان الأول من نيران صديقة من لاعب نادي أمانة، لاعب نادي نفط ميسان. ولكن نفط ميسان مع بداية الشوط الثاني يسعى لتصحيح المسار. هذه خطيرة ومحاولة وتسديدة، ولكن الكرة اصطدت في الدفاع
وبالتالي أبعدت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. نادي نفط ميسان في الشوط الثاني. ماذا سيفعل نادي نفط ميسان في هذا الشوط؟ هسه نشاهد عودة لمصلحة فرسان المملكة، لمصلحة أبناء القمصان، أبناء ميسان، أصحاب القمصان البيضاء في هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، من هنا يحاول فيها ولكن الكرة أقرب لحارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي، اللي شاهدنا له تصديات رائعة في الشوط الأول من هذا اللقاء. وبالتالي حقيقة نشاهد ربما يعني في الشوط الثاني هسه نشاهد عودة لنادي نفط ميسان. نعم علي لطيف غادر، وأيضا غادر اللاعب علي كوتي، هو اللاعب علي كوتي هو من سيشترك، ولكن غادر اللاعب علاء سعد وعلي لطيف. كرة من هناك لمصلحة نادي نفط، نادي أمانة بغداد، ولكنها مقطوعة. عادت من جديد للأمام، يحاول فيها ولكن بالرأس أبعدت. عادت من جديد لمصلحة نادي أمانة بغداد في هذا الشوط، والرغبة كبيرة بتحقيق الانتصار والفوز ومواصلة سكة الانتصارات بعد الفوز على نادي القاسم. بالتأكيد يعني الآن بالنسبة لأسود العاصمة يبحثون عن الاستمرارية بتحقيق الانتصارات وأيضا تسلق مراكز جدول الترتيب. كرة من جديد لنفط ميسان، تمريرات 1-2 لفرسان المملكة بهذه اللحظات. نفط ميسان يعني حقيقة شاهدنا يعني غلغلة دفاعية كبيرة كانت لنادي نفط ميسان في الشوط الأول، وبالتالي يبحث نادي نفط ميسان على التعويض في الشوط الثاني بالنسبة للمدرب عبد الله أبو زمع. لذلك شاهدنا تغييرات كثيرة، ولكن مثل هكذا أخطاء خطيرة أمام هذا المغربي الذي لا يرحم المغربي كمال القرع. مثل هكذا أخطاء تكون مؤثرة على نادي نفط ميسان. كرة محاولة للأمام يحاول فيها، عادت من جديد ميسانية، استلام للاعب سجاد جبار. كرة لعبها على جهة اليمين لكنها مقطوعة. عادت لمصلحة زيدان عبد الجبار، عادت سريعة. هنا محاولة ممكن التسديد، محمود أحمد هنا تسديدة، ولكن كرة عادت لا زالت محمود خطير. جول رابع يأتي لمصلحة أسود العاصمة. أسود العاصمة يزأرون في هذه المباراة، هدف رابع، وأمانة بغداد ما أروع في هذا اللقاء. 4 وأمانة بغداد ما أروع في هذه المواجهة. هدف رابع يأتي عن طريق زيدان عبد الجبار، يسجل هدف رابع بشكل رائع جدا. وأيضا كنا نتحدث عن الأخطاء الدفاعية بصفوف نادي نفط ميسان، الآن أيضا حاضرة مع بداية الشوط الثاني كما كانت حاضرة مع بداية الشوط الأول. زيدان لا يكذب خبر. لاحظ هذه الكرة، زيدان بكرة وضعها على يعني الكرة كانت بالإمكان للتصدي في الكرة الماضية ولكن مرت على حارس المرمى. زيدان يسجل هدف رابع بشكل رائع، خادعت حارس المرمى ليسجل من خلالها. الكرة اصطدت في الأرض وبالتالي خادعت حارس المرمى لزيدان عبد الجبار ليسجل أول أهدافه في هذا الموسم. أول أهدافه بالنسبة لزيدان عبد الجبار اللي لعب لنادي النجف والجوية والشرطة وأربيل ولعب للكربلاء. بالنسبة لزيدان عبد الجبار هدف بالتأكيد يعني يريح أعصاب بالنسبة للمدرب عصام حمد في هذا اللقاء. وأيضا نشاهد تفوق تهديفي لنادي أمانة بغداد في هذه المواجهة على خلاف من المواجهات السابقة اللي لم يتمكن نادي أمانة بغداد من سوى تسجيل هدف وحيد. نعم سجل، كان هناك هدف في مباراة إديالة، كرة محاولة خطيرة، ولكن يعني ذلك الهدف كان بالنيران صديقة. يعني هدف وحيد كان على نادي القاسم عن طريق فلافيو المحترف الأنغولي، ولكن اليوم 4 أهداف على نادي نفط ميسان بالتأكيد هي كبيرة.
كبيرة لنادي أمانة بغداد في هذا اللقاء. تحدث عن آخر فوز لنادي أمانة بغداد كان في موسم 2023-2024 في الجولة الرابعة. فاز أمانة بغداد في تلك المباراة بهدف كان عن طريق اللاعب كرار علي بري، ولكن اليوم 4 أهداف. أكيد يعني في غالبا يعني مواجهات الفريقين غالبا ما نشاهد فيها شحة تهديفية، ولكن اليوم الأمور مختلفة تماما. 5 أهداف في هذا اللقاء، وشوط شاهدنا جميل، وشوط ثاني مع البداية هدف، وبالتالي دور النجوم الأهداف تحضر بكثافة. كرة بالراس للأمام من جديد، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة نفط ميسان. كرة ابعدت عن طريق اللاعب عباس ياسين، من هنا على جهة اليمين لداوود، عادت بالراس والإبعاد حاضر من دفاعات أمانة بغداد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس عن طريق اللاعب الواضح في الصورة في الكرة الماضية، والكرة أبعدت من عبد الله خلف. تماس لمصلحة نفط ميسان. نفط ميسان يعاني في هذه المباراة. تحدث عن مباريات نفط ميسان. في المباراة الأولى خسر ب3 أهداف من أمام نادي الميناء، 3 أهداف لهدف من أمام الميناء، وأيضا بعد ذلك كان هناك انتصار لنادي نفط ميسان على نادي نوروز ب2 لهدف، ولكن في المباراة الأخيرة أمام نادي الغراف خسر بهدف. ولكن أن يخسر اليوم ب4 أهداف أكيد يعني نتيجة كبيرة لمصلحة أمانة بغداد، وصعبة أيضا على كتيبة المدرب عبد الله أبو زمع، الرجل الأردني الذي يريد يعني تحقيق شيء مع نادي نفط ميسان كما حققها سابقا مع أكثر من نادي، مع نادي الوحدات الأردني، وأيضا مع نادي الأنصار اللبناني، كان وصيف في بطولة كأس لبنان، وأيضا كان مساعد للمدرب المصري محمود الجواهري في فترة من الفترات، وأيضا درب الكويت الكويتي واتحاد كلباء الإماراتي. مسيرة للمدرب الأردني عبد الله أبو زمع، وبالتالي يبحث الرجل الأردني عن تحقيق شيء مع نادي نفط ميسان في هذه التجربة في الدوري العراقي، في أول تجربة له في دوري نجوم العراق. كرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. هنا الواضح في الصورة علاء السعد، ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. أمانة بغداد رائع جدا في هذا اللقاء، ونتحدث عن نادي أمانة بغداد تاريخ طويل ومليء بالتطورات والتغييرات بالاسم والهيكلة. تحدث عن يعني دوري المؤسسات في موسم 58-59، وتحدث عن مدربين يعني كبار كانوا في نادي أمانة بغداد، عمو بابا وحازم جسام وأكرم أحمد سلمان ويحيى علوان وثائر أحمد وناصر جكو. أسماء رائعة كانت في نادي أمانة بغداد. أيضا تحدث عن كلاعبين صفاء هادي وعلي عدنان مع نادي أمانة بغداد سابقا. كرة من جديد لمصلحة نادي نفط ميسان داخل منطقة الجزاء، خطيرة، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. لا زال يبحث نادي نفط ميسان، ولكن نشاهد الحضور الدفاعي موجود بالنسبة لأسود العاصمة في هذا اللقاء. كرة من هناك يبحث فيها، يحاول نفط ميسان أن يعود وأن لا يغادر هذا اللقاء بهذه النتيجة صافرة ومخالفة لمصلحة فرسان المملكة. كرة لعبت في وسط الميدان لمصلحة نفط ميسان، استلام يحاول فيها عباس فاضل، يعود الكرة بالخلف، استلام من كوفي للأمام، ولكن الإبعاد
عادت من جديد لعباس، يحاول فيها من أمامه ولكن كرة قطعت من أمامه، عادت من جديد إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. كرة من هناك لمصلحة نفط ميسان. هل يتمكن فرسان المملكة يعني ولو تقليص الفارق وأن لا تبقى النتيجة كما هي حاصلة الآن؟ كرة لمصلحة نفط ميسان خطيرة ولكن الإبعاد حاضر من دفاعات أمانة بغداد بهذا اللقاء. بكرة أبعدت من حيدر سالم، لا زالت لمصلحة نفط ميسان على جهة اليمين، يبحث ويحاول والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة فرسان المملكة، لا زالوا يواصلون يبحثون في هذا الشوط لكتيبة المدرب عبد الله أبو زمع. الكرة أبعدت من دفاعات أمانة بغداد، لا زالت عادت هنا خطيرة لمصلحة أسود العاصمة للأمام. هناك على جهة اليمين هذا خطير، هذا المغربي كمال القرع يبحث ويحاول، خطير بالنسبة لنادي أمانة بغداد في هذا اللقاء. هنا محاولة ممكن أن يسدد، لا زالت يبحث فيها، هذه كرة خطيرة ولكن أقرب لحارس المرمى، أقرب لحارس المرمى أحمد خالد في الكرة الماضية. كرة من جديد بالسلامة إن شاء الله لحارس مرمى نادي نفط ميسان أحمد خالد. تحدث عن نادي نفط ميسان ومسيرة لهذا النادي اللي تأسس عام 2003، أول موسم لنادي نفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز كان في 2009، وبعد ذلك هبط نادي نفط ميسان، ولكن عاد في موسم 2013-2014. ولكن أفضل مركز بالنسبة لنادي نفط ميسان هنا تبديل لنادي نفط ميسان. حسين علي يشترك بهذه اللحظات، أو اللاعب نادي أمانة بغداد. تحدث عن مصطفى فلاح يشترك بهذه اللحظات، وأيضا جبار كريم ومصطفى فلاح يشتركون بهذه اللحظات لنادي أمانة بغداد. الوضع مريح جدا بالنسبة لأسود العاصمة في هذا اللقاء. يغادر اللاعب زيدان عبد الجبار اللي سجل الهدف الرابع. شوف هذه الكرة، وهذه الكرة اللي مرت على حارس المرمى بشكل غريب بعدما خادعت حارس المرمى أحمد خالد، معلنة عن هدف رابع. وأمانة بغداد يقدم مباراة رائعة جدا في هذا اللقاء. نادي نفط ميسان، كنا نتحدث عن أفضل مركز لنادي نفط ميسان في الدوري العراقي، كان المركز الخامس في 2018-2019. هذا أفضل إنجاز كروي لتاريخ النادي تحت قيادة طبعا الراحل أحمد دحام رحمة الله عليه. ولكن أيضا لنادي نفط ميسان يعني سابقا أيضا كان حقق مركز متقدم، المركز الثامن كان في موسم 2017-2018، كان أيضا من أفضل المراكز لنادي نفط ميسان. وفي ذلك الموسم كان وسام سعدون هداف الدوري، كان هداف الدوري وسام سعدون في موسم 2017-2018 ب24 هدف. ولكن تحدث عن نادي نفط ميسان ومسيرة هذا النادي، وتحدث عن نجوم، تحدث عن نور صبري سبق وإن كان حامي عرين فرسان المملكة، وأيضا كمدربين أحمد دحام ورحمة الله عليه ورزاق فرحان وعباس عبيد. بالنسبة لنادي نفط ميسان اللي حقيقة يعني وضعه في هذا اللقاء بالتأكيد مزعج جدا لجماهير ميسان التي تمني النفس أن يعود فرسان المملكة من جديد
في دورينا، دوري نجوم العراق المشتعل. هنا تبديل ويشترك حسن نجم. حسن نجم إذن يشترك بهذه اللحظات، ويغادر أحمد خالد. يشترك اللاعب حارس المرمى حسن نجم، ويغادر أحمد خالد بسبب الإصابة. 61 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتقدم لأمانة بغداد ب4 أهداف لهدف. تحدث عن مباريات دورينا التي بدأت في يوم الجمعة في هذه الجولة الرابعة. الكرخ تعادل مع نادي النفط بهدفين لهدفين، أربيل فاز على القرمة بهدفين لهدف، النفط أيضا انتصر على دهوك بهدفين لهدف، وشاهدنا تعادل سلبي بين الغراف والقاسم في يوم أمس، والشرطة فاز بهدف على نادي الكهرباء، وشاهدنا نتيجة كبيرة لزاخو برباعية على نادي نوروز. ولكن هنا أيضا نتيجة كبيرة لأمانة بغداد على نفط ميسان ب4 أهداف لهدف، بينما هناك أيضا الموصل مع نادي ديالى، أيضا تقدم لنادي الموصل. وبالتالي نشاهد بالنسبة في هذا الدوري دوري نجوم العراق اللي حقيقة في هذا الموسم شاهدنا غلة تهديفية في الجولات الأولى، ولكن يعني يبدو أيضا الغلة التهديفية زادت في هذه الجولة الرابعة. سنشاهد حصيلة تهديفية كبيرة في هذه الجولة عطفا على النتائج التي نراها في هذه الجولة في دورينا. كرة لمصلحة نفط ميسان أو لمصلحة نادي أمانة بغداد، ولكنها مقطوعة. عادت ميسانية، عادت لمصلحة أسود العاصمة أمانة بغداد بهذه الدقائق، يبحث ويحاول، ولكن المخالفة واضحة والصافرة موجودة. خطأ يأتي لمصلحة محمود أحمد صاحب 25 سنة، كان يلعب في الصناعات والنفط والحدود والطلبة وأيضا نادي نفط البصرة. حيدر سالم للأمام بالراس من جبار كريم، عادت سريعة وخطيرة للأمام، يحاول فيها مصطفى فلاح. تحدث عن مصطفى فلاح اللي طبعا تم استدعائه للمنتخب الأولمبي لمعسكر تونس، أيضا حتى مع حارس مرمى نادي نفط ميسان وسام علي، الاثنين من نادي أمانة بغداد. وبالتالي تحدث عن نفط ميسان في هذا الشوط حقيقة مطالب أن يعود ومطالب أن يصحح مساره. جماهير الميسانية يعني لا تتمنى أن يبقى حال نادي نفط ميسان على هذا الوضع. كرة أمامية، الإبعاد موجود، عادت الكرة ميسانية للأمام، يبحث فيها علاء سعد، ولكن الصافرة موجودة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي على اللاعب الواضح في الصورة مصطفى فلاح، اللي كما قلت تم استدعائه للمنتخب الأولمبي مع الحارس الذي غادر بسبب الإصابة وسام علي للمنتخب الأولمبي اللي يقوده المدرب عماد محمد لمعسكر تونس. إن شاء الله كل التوفيق لكل منتخباتنا الوطنية، الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي، وخصوصا المنتخب الوطني إن شاء الله. طبعا دورينا سيتوقف عند هذه الجولة، ونحن أمام أيام تاريخية إن شاء الله للكرة العراقية في تصفيات كأس العالم التي ستقام في المملكة العربية السعودية. المباريات والدور قبل الملحق، المواجهة الأولى ستكون يوم 8، السعودية بمواجهة المنتخب الأندونيسي. بعد ذلك سنلعب نحن في يوم 11 أمام المنتخب الأندونيسي. وكل التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين
في هذه المهمة التاريخية إن شاء الله بالوصول إلى المونديال. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. عادت لدفاعات ميسان في هذا اللقاء. عباس فاضل، ماذا عساه أن يفعل نادي نفط ميسان في هذا اللقاء وهو يتلقى في الشوط الأول 3 أهداف وهدف مع بداية الشوط الثاني؟ المهمة صعبة جدا على فرسان المملكة. الأمور تعقدت، أصبحت صعبة حتى في على الجانب يعني الأمور نتحدث عن المعنويات. أمانة بغداد قدم شوط رائع وشوط ثاني أيضا، ولا زال نفط ميسان يبحث ويحاول من تقليص الفارق. الصافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة نادي نفط ميسان. لهذا الحكم هنا بطاقة صفراء على أحمد عبد الحسين، بطاقة صفراء على أحمد عبد الحسين صاحب 27 سنة، سبق وأن لعب للمنتخب الوطني أيام المدرب كاتانيتش، ولكن بالنسبة لأحمد سبق وأن لعب للنجف ولعب للزوراء وأيضا لعب لنفط الوسط. لأحمد عبد الحسين هنا مخالفة لمصلحة نادي نفط ميسان على التنفيذ. على سعد، كرة لعبت عالية بكرة كانت رأسية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب من سجاد جبار. الكرة الماضية كانت من علاء سعد اللي سجل هدف نادي نفط ميسان من ركلة جزاء. لاحظ هذه الكرة بالراس مرت على سجاد جبار الكابتن والقائد بصفوف نادي نفط ميسان، ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. كرة للأمام حاول فيها نادي نفط ميسان، سيقابل نادي الكرخ في الجولة القادمة، بينما على الجانب الآخر أمانة بغداد سيقابل نادي النفط إن شاء الله. بعد التوقف ستستأنف مباريات دورينا، دوري نجوم العراق، وبشكل متاح عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هنا رمية تماس لمصلحة نفط ميسان. لعبة الكرة الأمامية عادت من جديد ميسانية، يحاول فيها من داري أولاتونجي. هنا أمامية ميسانية. حسن يشاهد هدف قادم يأتي لأبناء ميسان. حكم مباراة لا يشير إلى شيء، يؤمر بالاستمرارية من أمام لاعب نادي نفط ميسان علي كوتي. كرة من جديد عادت لمصلحة نفط ميسان. طبعا نتحدث إن شاء الله بعد هذا اللقاء، يعني نتحدث عن مباريات كبيرة، مباراة رائعة إن شاء الله ستكون بين نادي الزوراء والقوة الجوية، وأيضا ستكون بذات التوقيت عند الساعة 8:30 أيضا مباراة الميناء مع نادي النجف في ختام الجولة الرابعة في اليوم الأخير. ولكن أمانة بغداد لا زال يبحث ويحاول ولديه أمل وعنده فرصة الآن للمغربي كمال خطير. هذه محاولة ولكن مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هذا المغربي كمال القرع صاحب 31 سنة اللي سجل هدفين في مباراة اليوم. هنا تبديلين لنادي أمانة بغداد. كرة من جديد من سجاد جبار. من هناك يبحث ويحاول نفط ميسان في الدقائق المتبقية، في 20 دقيقة المتبقية من هذا اللقاء، لا يعني يخرج من هذا اللقاء بهذه النتيجة. كرة أمامية لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، يبحث ويحاول، ممكن أن يسدد لنادي نفط ميسان. هذه محاولة ولكن التسديدة
الكرة الماضية اصطدت في دفاعات أمانة بغداد، لا زال يبحث ويحاول نفط ميسان. يعني خلاص بالنسبة لنادي أمانة بغداد الآن سيلعب على المتوفر، على المتاح بما موجود، لا يريد أن يرهق لاعبيه ولا يريد إصابات، خاصة الإصابات بالنسبة لنادي يعني أمانة بغداد. وأيضا طبعا نتحدث عن يعني نفط ميسان اللي أيضا لديه غياب. كرة خطيرة الآن، محاولة بالرأس داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة أبعدت من هناك من دفاعات أمانة بغداد إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب هنا تبديلين، لاعب هنريك برناندو ويحيى علي سيشترك بهذه اللحظات، ولكن من سيغادر؟ هل سيغادر كمال المغربي، كمال القرع؟ إذن سيغادر اللي حقيقة قدم مستوى رائع جدا. وأيضا يغادر محمود أحمد، يغادر محمود أحمد وكمال القرع، ويشترك يحيى علي وهنريك برناردو. كرة أمامية لمصلحة نفط ميسان. كمال القرع اللي كان مسبب قلق لدفاعات نفط ميسان، ولكن بالتأكيد الآن المدرب عصام حمد يفكر براحة هذا اللاعب، وأيضا قدم ما عليه في هذا اللقاء. كرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب، للأمام يحاول، عادت من جديد ميسانية. بهذه الدقائق بهذه اللحظات يبحث فرسان المملكة في هذه المواجهة، ولكن أمانة بغداد حقيقة يقدم مستوى دفاعي ممتاز في هذا اللقاء. كرة لمصلحة نفط ميسان، رمية جانبية، كرة من جديد لمصلحة نفط ميسان، لعب كرة عالية وللأمام، يغير الاتجاه من هناك على جهة اليسار، ولكنها مقطوعة وصافرة وخطأ يأتي لمصلحة أحمد عبد الحسين. هنا ديمي داوودة طبعا تحدث عن داوودة اللي سجل هدف وحيد في مرمى نادي الميناء في هذا الموسم، وأيضا سجل لنفط ميسان داري ألوتو ننجي، وأيضا علي لطيف على نادي نوروز، واليوم سجل على سعد. ولكن لا زال مطالب نادي نفط ميسان بتصحيح المسار في الجولات القادمة بعد التوقف إن شاء الله. كل نادي سيبحث عن تصحيح المسار وتعديل الوضع بالنسبة له. كرة من جديد عادت لمصلحة أسود العاصمة، يبحثون عن زيادة الغلة التهديفية في الدقائق المتبقية. نادي أمانة بغداد هل سيتمكن من تسجيل الهدف الخامس؟ كرة من هناك يبحث ويحاول، هذه خطيرة ولكن لا زالت خطيرة لمصلحة أسود العاصمة، ولكن الكرة الماضية فيها رقابة دفاعية، وبالتالي الكرة مرت من هناك، الراية مرفوعة والصافرة موجودة، وخطأ يأتي لمصلحة نادي نفط ميسان. مصلحة نادي نفط ميسان اللاعب كريست ميرفلز الواضح في الصورة، محترف من الكونغو، صاحب 24 سنة، سبق وأن لعب لنوروز ولعب للوحدات الأردني وأيضا لعب للكرخ. تحدث عن كريست ميرفلز. هنا لمصلحة علاء سعد من أمام لمين سماتا، محترفين أفارقة كثيرين لدينا في دورينا، ولكن هنا عباس فاضل وعلاء سعد على تنفيذ هذا الخطأ. كرة لعبت ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. لا زال نفط ميسان لا زال يبحث يعني طيلة الدقائق الماضية، ولكن يجد يعني جدار دفاعي لنادي أمانة بغداد في هذا الشوط. كرة لعبت أمامية
ولكن الدفاع حاضر، لا زالت الكرة هنا بالراس خطيرة الأمامية، محاولة لمصلحة نفط ميسان، والكرة أبعدت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. نفط ميسان لا زال يبحث ويحاول لا يخرج في هذا اللقاء بهذه النتيجة، يريد تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء. لاحظ هنا الكرة بالراس اللي كانت لسجاد جبار، وأيضا مع علي كوتي. بالسلامة إن شاء الله لحارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي. لدينا حارس انصاب وغادر، حارس نفط ميسان أحمد خالد. هسه يصاب حارس مرمى نادي أمانة بغداد. هل هي مباراة أصابة الحراس؟ بالسلامة إن شاء الله لحارس مرمى نادي أمانة بغداد. أيضا نتحدث عن أمانة بغداد، لديه لاعبين في دكة الاحتياط. تحدث عن سفيان فيغولي النجم الجزائري الدولي الرائع جدا، لم يشترك لغاية الآن في هذه المباراة. كرة لعبت أمامية ولكن الإبعاد موجود، عادت ميسانية يحاول فيها، يا سلام على اللف والدوران، ولكن لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد موجود. إذن حالة تسلل، نعم حالة تسلل واضحة في الكرة الماضية على لاعبي نادي نفط ميسان. ولكن تحدث عن نفط ميسان اللي سبق وان كان لديه مراكز جيدة. رقم 16 بطاقة صفراء حيدر سالم. حيدر سالم يتلقى بطاقة صفراء بهذه اللحظات. نادي نفط ميسان اللي سبق وان حقق المركز الخامس والمركز الثامن لا يريد أن يبقى ولا يريد أن يغادر دورينا. أيضا نحن يعني تحدث عن أندية جماهيرية مثل نادي نفط ميسان والأندية الأخرى اللي أضافت الكثير لدورينا. هذه محاولة للأمام ولكنها أقرب لحارس المرمى حسن نجم. كرة من جديد عادت لسجاد جبار، من سجاد جبار من كوفي كوامي. من هناك يبحث داري أولاتونجي. عادت الكرة من جديد كوفي كوامي. تحدث عن هذا المحترف كوفي كوامي اللي المحترف بصفوف محترف من ساحل العاج في صفوف نادي نفط ميسان. كوفي كوامي. كرة أمامية إلى خارج أرضية الملعب، تماس لمصلحة أمانة بغداد. أمانة بغداد سجل الأهداف وعاد إلى منطقته الدفاعية ليلعب بأريحية، ولكن بالنسبة لنادي نفط ميسان لا زال يبحث ويسعى، لا يريد أن يغادر هذه المواجهة وهو مثقل بهذه النتيجة. أكيد جماهير ميسان تريد تصحيح المسار في الجولات القادمة. كرة الآن لمصلحة سجاد جبار، لمصلحة نفط ميسان. كرة لعبت عالية وللأمام داخل منطقة الجزاء، والإبعاد يأتي إلى خارج أرضية الملعب. كرة أبعدت من أحمد عبد الحسين الواضح في الصورة إلى ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. هسه نشاهد عودة، هسه نشاهد تقليص الفارق يأتي لمصلحة فرسان المملكة. كرة لعبت خطيرة وداخل منطقة الجزاء بالراس، خطيرة، ولكن التصدي حاضر من حارس المرمى وسام علي. في الكرة الماضية كانت من علي كوتي. شوف هذه الكرة الماضية وهذه الكرة بالراس اللي كانت من المحترف سواليو واتارا، محترف من ساحل العاج صاحب 30 سنة. وأيضا الكرة الماضية من علي كوتي لكنها وصلت سهلة عند حارس المرمى. الكرة الأمامية أقرب لحارس المرمى. كرة من جديد لدفاعات أسود العاصمة في هذا اللقاء.
نادي أمانة بغداد حقيقة قدم مباراة رائعة جدا، وسيطر على مجريات المباراة وسير المباراة على ما يريد، وحقق 3 نقاط غالية ورائعة لأمانة بغداد في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. بالتأكيد يعني النقاط ال3 ستكون غالية لأمانة بغداد، خصوصا مع النتائج الأخيرة والفوز على نادي القاسم، واليوم الفوز على نادي نفط ميسان، بينما نفط ميسان يتلقى الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة من أمام نادي الغراف. ولكن تحدث عن نفط ميسان، هل له عودة خطيرة؟ جول ثاني يأتي لمصلحة نفط ميسان، يسجل الآن سجاد جبار، هدف تقليص الفارق. الهدف الثاني يأتي لمصلحة نفط ميسان بهذه اللحظات بكرة رائعة سجلها بهدوء بقدمه اليسار وضعها على يسار حارس المرمى. هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي نفط ميسان، وأيضا ننتظر التأكيد والقرار من الفار في الكرة الماضية، والبطاقة الصفراء موجودة في الكرة الماضية، ولكن هنا إعادة الهدف، هنا لقطة الهدف، وهنا الكرة اللي كانت رايعة للأمام، وهذه التسديدة بعد ذلك يعني وجد سجاد جبار نفسه أمام المرمى وضعها بكل هدوء وأريحية على يسار حارس المرمى، معلنا عن هدف ثاني يسجل نادي نفط ميسان بهذه اللحظات وبهذه الدقائق. شوف هذه الكرة الماضية واستلام باليسار وضعها وهز الشباك، وهز شباك نادي نفط ميسان. هدف ثاني، هل سيتمكن نفط ميسان من العودة للمباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية؟ هل يحتسب الهدف أم هناك شيء على لقطة الهدف؟ تشيكينج جول، ننتظر القرار من الفار، ننتظر التأكيد هل هو هدف ثاني أم سنشاهد إلغاء للهدف. سجل كمال القرع الهدف الثالث من البطاقة الصفراء. علي كوتي هو من تلقى البطاقة الصفراء، علي كوتي، ولكن ننتظر التأكيد من الفار في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء. هل يتمكن نادي نفط ميسان من العودة لمجريات المباراة؟ ولكن ننتظر التأكيد من غرفة الفار متواجد فيها مهند قاسم وعلاء عباس. هل هو هدف ثاني بالنسبة لنادي أمانة بغداد؟ بطاقة صفراء أيضا كانت على وسام علي. كثيرة هي البطاقات الصفراء في هذا اللقاء وحتى في هذا الموسم عموما في دورينا. هل الهدف احتسب أم الهدف ملغي؟ نعم الهدف ملغي، الهدف ملغي في الكرة الماضية، يلغى الهدف وتبقى النتيجة على حالها ب4 أهداف لهدف. المصائب لا تأتي فرادى يا نفط ميسان في هذا اللقاء، الأمور لا تسير على ما يريده جماهير ميسان أبدا حتى في الدقائق الأخيرة. إذن يلغى الهدف وتبقى النتيجة برباعية لمصلحة أمانة بغداد بهدف على نادي نفط ميسان. شوف هذه الكرة الماضية، نعم، هل هو كان في موقف تسلل مع آخر مدافع لنادي أمانة بغداد بالنسبة لسجاد جبار في الكرة الماضية؟ بالتالي هل ألغى حكم المباراة الهدف؟ ماذا ينتظر حكم المباراة؟ بالتواصل مع الفار لا زال البحث مستمر. هل تم إلغاء الهدف؟ هل سيلغى الهدف أم سيحتسب؟ هنا المدرب عصام حمد وكتيبة ناجحة لأمانة بغداد في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. 3 نقاط ستكون غالية. نعم، تشيكينج كومبليت نو جول، هكذا
يعني حكام الفار. إذن الهدف ملغي، الهدف ملغي، وتبقى النتيجة على حالها 4 أهداف لأمانة بغداد لهدف أمام نادي نفط ميسان. يلغى الهدف هنا، هذه الكرة الماضية، وبالتالي حصل علي كوتي على البطاقة الصفراء. ماذا ينتظر حكم المباراة؟ شاهدنا في الشاشة نو جول. إذن سيذهب حكم المباراة، سيذهب حكم المباراة اياد زاحم بعد طيلة الدقائق الماضية. هل هناك بطاقة حمراء؟ الآن البحث على البطاقة الحمراء، تشيكينج ريد كارد. هل الكرة الماضية وهل هذه الحالة فيها بطاقة حمراء على اللاعب علي كوتي؟ هل هذه الحالة تستحق البطاقة الحمراء؟ حكم المباراة يراقب، يشاهد الحالة في شاشة الفار في ملعب اللقاء. هل هذه الحالة فيها حالة طرد على اللاعب علي كوتي؟ هل سيتلقى البطاقة الحمراء؟ هل هناك ضرب على حارس المرمى وسام علي؟ حكم المباراة اياد زاحم يشاهد الحالة، هل فيها بطاقة حمراء على اللاعب علي كوتي؟ هل هناك بطاقة حمراء؟ ننتظر قرار حكم المباراة اياد زاحم. ماذا سيحتسب حكم المباراة؟ هسه نشاهد نادي نفط ميسان سيلعب بنقص عددي في الدقائق الأخيرة. ونعم البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء، والمصائب لا تأتي فرادى يا نادي نفط ميسان في هذه المباراة. إذن يغادر علي كوتي هذا اللقاء وسيلعبون الدقائق المتبقية بنقص عددي. شوف هذه الكرة الماضية احتسبها حكم المباراة بحالة ضرب على حارس المرمى، وبالتالي سيلعب نادي نفط ميسان منقوص العدد في الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا اللقاء. المصائب لا تأتي فرادى يا جماهير فرسان المملكة. الأمور يعني معكوسة تماما أمام نادي نفط ميسان في هذا اللقاء. أمانة بغداد أربعة أهداف لهدف، والنقاط الثلاث الغالية الثمينة لنادي أمانة بغداد في هذه المواجهة. إذن هناك تعادل بين نادي الموصل وديالى بهدفين لهدفين. هناك المباراة مشتعلة بين الموصل وديالى، لكن هنا التقدم بغدادي ب4 أهداف لهدف على نادي نفط ميسان. حكم المباراة اياد زاحم. وفي هذه المباراة اللي وصلنا إلى دقائقها الأخيرة، وأمانة بغداد اللي قدم مباراة رائعة في هذه المواجهة، سجل 3 أهداف في الشوط الأول بأهداف عن طريق اللاعب كمال القرع، وهدف كان من نيران صديقة، بينما سجل الهدف الرابع زيدان عبد الجبار، وسجل لنفط ميسان علاء سعد من ركلة جزاء. لا زال التواصل مستمر بين حكم المباراة اياد زاحم والحكام المتواجدين في غرفة الفار. احتسب في الكرة الماضية مخالفة، حالة تسلل. يلغى الهدف. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، يلغى الهدف وبطاقة حمراء على لاعب نادي نفط ميسان علي كوتي، والتقدم بغدادي، والأمور صعبة ومعقدة على نادي نفط ميسان في هذا اللقاء. كرة بالراس للأمام، لا زال يبحث أمانة بغداد، الأمور مهيئة تماما أمامه بالنسبة لأسود العاصمة في هذا اللقاء. في هذه المواجهة الأمور تسير أمامه بشكل رائع، ولكن نفط ميسان لا زال يبحث
هنا علاء سعد باليسار للأمام يبحث ويحاول، ولكن التحضير خاطئ. عادت لمصلحة نادي أمانة بغداد. عادت من جديد ميسانية. من هنا من لاعب كريست ميلفرز لواتارا، استلام ولكنها مقطوعة. عادت بغدادية لميلاد فلاح. من هناك على جهة اليمين حكم المباراة اياد زاحم احتسب 14 دقيقة كوقت بدل ضائع على نهاية هذا اللقاء. وقت طويل، ربع ساعة سنلعب وسنشاهد وسنعلق على الدقائق القادمة. الأمور ربما هي شبه محسومة لنادي أمانة بغداد بتحقيق الانتصار في هذا اللقاء، ولكن ربما يفكر أبناء فرسان المملكة في نهاية هذا اللقاء أن يعودون في هذه المواجهة رغم صعوبة الأمر تماما. اللعب بنقص عددي، تلقي أهداف كثيرة، ولكن التقدم بغدادي برباعية. كرة لا زالت لمصلحة نفط ميسان على جهة اليمين. كرة لعبت أمامية، استلام من سجاد جبار. سجاد جبار عدى الكرة، يبحث عن مساندة، يلف ويدور، قريب عليه لاعب نادي نفط ميسان حيدر سالم. مخالفة موجودة لمصلحة فرسان المملكة. هنا تبديل، دخول اللاعب مصطفى ناظم يشترك ويغادر حيدر سالم، ويشترك الخبرة. مصطفى ناظم يشترك بهذه اللحظات بصفوف نادي أمانة بغداد. نتحدث عن مصطفى ناظم، 29 مباراة دولية، صاحب 32 سنة، لعب للنجف وللجوية ولأربيل ولنفط الوسط، وأيضا للميناء وللشرطة، وأيضا كان له تجربة في الأردن مع نادي الفيصلي. مسيرة احترافية لهذا اللاعب مصطفى ناظم، وأيضا لاعب كان مع المنتخب الوطني، حقق بطولة كأس الخليج 25 ليقيم في البصرة. ولكن كرة هنا محاولة لمصلحة نادي نفط ميسان. هذه كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، هذه فرصة ومحاولة لا زالت لمصلحة فرسان المملكة. صراع على الكرة، ولكن ماذا هناك صافرة، وهناك أيضا حالة تسلل على لاعب نادي نفط ميسان. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت لعباس فاضل، والتمريرة داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة هنا السجاد جبار هو من تولى قيادة إشارة القيادة بصفوف نادي نفط ميسان. ولكن بعد هذه المباراة الميناء سيقابل النجف، والقوة الجوية بمواجهة الزوراء في ختام اليوم الأخير من الجولة الرابعة. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة نفط ميسان. ماذا سنشاهد في الدقائق الأخيرة المتبقية؟ هل سيتمكن نادي نفط ميسان؟ نفط ميسان يعاني دفاعيا ويعاني هجوميا في هذا اللقاء، وضع غير جيد أبدا لنادي نفط ميسان في هذه المباراة. فريق يعاني دفاعيا، شاهدنا الدربكة الدفاعية وشاهدنا الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول، ولا زال أسود العاصمة ربما سيسجلون الخامس، ممكن الهدف الخامس. حكم المباراة لا يشير إلى شيء، يؤمر بالاستمرارية. كرة من هناك، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب أحمد عبد الحسين نادي نفط ميسان. حقيقة شاهدنا في الشوط الأول أكثر من مرة الأخطاء الدفاعية تكررت. شاهدنا كمان القرع كان يصول ويجول، وخاصة الكرات العرضية. شاهدنا نفط ميسان كان يعاني في الكرات العرضية على داخل منطقة الجزاء. كنا دائما نشاهد غياب للرقابة الدفاعية،
وهذا ما استثمر نادي أمانة بغداد في هذه المواجهة. أيضا نتحدث عن يعني أسماء هجومية رائعة بصفوف نادي أمانة بغداد، تحدث عن حمدي العبيدي التونسي وكمال القرع المغربي، وأيضا تحدث عن سفيان فيغولي المتواجد في دكة الاحتياط لم يشترك في هذا اللقاء، وجبار كريم وهنريك برناردو والأسماء الأخرى بصفوف أسود العاصمة اللي قدموا مباراة رائعة في هذا اللقاء. كرة خاطئة بشكل غريب من اللاعب جبار كريم، كرة لا زالت على سعد عند الكرة باليسار، كرة في وسط الملعب من داري أولاتونجي. داري أولاتونجي يعني سجل هدف في مرمى نادي نوروز في الجولة الثانية. طبعا أيضا لم نشاهد يوسف الحيمي المحترف اليمني، ولا أيضا لم نشاهد أيضا حسين طالب. كرة لا زالت على سعد، سدد كرة ولكن برافو على التغطية الدفاعية لمدافع نادي أمانة بغداد. في الكرة الماضية لمين ساماتا الواضح في الصورة المحترف من جامبيا، بينما هنا ركنية تأتي لمصلحة نادي نفط ميسان. في هذا اللقاء فرسان المملكة وعالية وبالراس، ولكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. هنا ركنية، هنا ركنية تأتي لمصلحة فرسان المملكة. هل يتمكن فرسان المملكة ولو من تسجيل تقليص الفارق في اللحظات القادمة؟ لا زالت خطيرة لمصلحة نفط ميسان أمامية، عادت من جديد لمصلحة أمانة بغداد. هسه نشاهد هدف خامس يأتي لأبناء العاصمة، هنا خطيرة لنادي أمانة بغداد، ولكن التغطية كانت رائعة وممتازة من مصطفى عبد الجليل، وعادت بغدادية لأبناء العاصمة. هذه خطيرة محاولة، ولكن الكرة الماضية مرت من أمامه، عادت ميسانية على جهة اليمين لمصلحة نفط ميسان. هنا علاء سعد، علاء عند الكرة يبحث عن مساندة، ولكن الكرة أمامه مقطوعة. واضح الانهيار في نادي نفط ميسان. نادي أمانة بغداد يلعب بكل أريحية في أرضية الملعب. أيضا اليأس واضح من غياب، من اليأس من عدم يعني معادلة النتيجة وضياع المباراة في هذا اللقاء. كرة أمامية طالت، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نفط ميسان. من الواضح في الصورة يحيى علي اللي كان يلعب في نادي نوروز سابقا. جبار كريم أيضا سبق وأن لعب لنادي كربلاء. كرة من جديد لمصلحة نفط ميسان. علاء سعد أكثر من يتحرك، أكثر من يمر، هو وأيضا داري أولاتونجي وسواليو واتارا والمحترفين الآخرين، أيضا ديمي داوودا، كريست ميلفلز والأسماء الأخرى بصفوف نادي نفط ميسان. طبعا أيضا يغيب هل يعني نادي نفط ميسان كان لديهم لاعب محترف قد أصيب في المباراة الأولى أمام نادي طبعا الميناء اللي هو المحترف حاج مالك السنغالي، اللي غادر في أول ربع ساعة من المباراة الأولى أمام نادي الميناء. ولكن الأمور صعبة جدا على جماهير ميسان، وضع النادي وأيضا كل الأندية اللي لم تتمكن من تحقيق شيء في الجولات الأربعة لابد من تصحيح مسارها. هنا تسديدة، ولكن الكرة الماضية وصلت عند حارس المرمى نادي دهوك ونادي النجف. نادي دهوك وضع أيضا سيء مع نادي النجف. كرة من جديد لمصلحة نادي نفط ميسان. من هناك يبحث
لفرسان المملكة، تسديدة، ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا تسديدة كانت داري أولاتونجي، المحترف النيجيري صاحب 27 سنة اللي كان يلعب في نادي الميناء. سجل هدف في مرمى نوروز في الجولة الثانية لداري أولاتونجي، هو من سدد الكرة الماضية. كرة لعبت للأمام من جديد، عادت لمصلحة نفط ميسان، أمامية، لا زال يبحث ويحاول. المباراة النتيجة شبه انتهت، محسومة، الانتصار لمصلحة أمانة بغداد. حالة تسلل على جبار كريم. هذه الكرة الماضية، كرة من هناك لمصلحة نادي نفط ميسان. واضح طبعا بالنسبة لنادي نفط ميسان يعني خلاص الدقائق الأخيرة، غياب الروح، فقدان الأمل، المباراة ضاعت على فرسان المملكة، والخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة في المباراة الأخيرة من أمام نادي الغراف. حدث عن أندية يعني أعطت إضافة كبيرة لدورينا في هذا الموسم، نادي الموصل وديالى والغراف والقرمة، وأيضا الأندية الشمالية زاخو ونوروز ودهوك وأربيل. وأيضا تحدث عن الأندية الرائعة الجماهيرية، الزوراء والجوية والشرطة والطلبة. بالتأكيد يعني دورينا يكون ممتع عندما تكون الجماهير حاضرة. هذه خطيرة لمصلحة أسود العاصمة. هنا تسديده، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. جبار كريم اللي سبق وأن لعب لنادي كربلاء. شوف هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة، لكنها مرت بسلام وأمان على مرمى نفط ميسان. في الكرة الماضية جبار كريم بتسديدة قوية كانت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص آخر دقيقتين أو أقل من ذلك متبقية على نهاية الوقت بدل ضايع في هذه المواجهة. كرة لمصلحة نفط ميسان أو لمصلحة أمانة بغداد، للاعب مصطفى ناظم. من هناك ميلاد فلاح على جهة اليمين، أحمد عبد الحسين يتقدم. مباراة محسومة وخلاص، هي تمريرات، هي لحظات، ونفط ميسان سيبحث عن التعويض في الجولة القادمة. نفط ميسان سيواجه نادي الكرخ في الجولة القادمة، بينما أمانة بغداد سيقابل نادي النفط. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة لنادي نفط ميسان، ولكن الكرة أبعدت، وأيضا يبدو هناك صافرة وحالة تسلل على لاعب نادي نفط ميسان في الكرة الماضية. نعم كما هو واضح في هذه الصورة. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، تأتي صافرة الحكم عياد زاحم معلنة عن انتصار نادي أمانة بغداد ب4 أهداف لهدف على نادي نفط ميسان. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي، كنت معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء يوسف جميل، على أمل أن نلتقيكم في مواجهات قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.